بصي، عزومه بتبقى حلوه جدا على السفره وبتبقى شكلها حلو. بصي بالشكل ده، انا مرضتش اشيلها من الصينيه وخليتها بالشكل ده. بصي، بصي الجمال كده بالشكل ده. طبعا في حد هنا واقف بيصورني فمتغاظ ان انا بقى ايه. بصي الجمال، سلام. بصي الرز، بصي جمال الرز. بصي مفلفل ازاي. بصي هوريكم الرز. بصي الرز مفلفل ازاي بالشكل ده. بصي الرز مفلفل وطعمها حلو وهي مستويه. بصي بالشكل ده طعمها حلو جدا. ياه، حلوه جدا وعلى اي سفره وفي عزومه بتبقى حلوه جدا. وسيبكم الحمام ده، حمام مفيش زيه. ومعانا الفلفل اللي احنا خليناه مع بعض والبتنجان. على فكره الفيديو نزل، ممكن تتفرجوا عليه. وده الرز اللي اتبقى معانا من الحمام. انا زودته لان انا كنت عايزه اعمل رز بالكبده معاه. بصي بالشكل ده حلو قوي. ما علينا ان هو متحمص بقى وكده، بس هو بجد طعمه زي العسل. باي باي. لايك ودعمونا بقى في القناه. باي باي. وبسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا النهاردة نسمي كده بسم الله مع بعض، ونعمل النهاردة أكلة جميلة جدا وبتنفع في عزومة وبتنفع يعني تحطيها على السفرة كده في عزومة، بتبقى حلوة جدا جدا. بتبقى شكلها حلو على فكرة. معانا هنا طبعا كله عارف الحمام الكداب، أو في ناس تانية ما تعرفوش اللي هي الوراك. النهاردة جبنا حوالي 6 وراك. هنعمل النهاردة الحمام الكداب مع بعض. انا بقول لبتاع الفراخ انا عايزه اعمل حمام الكداب النهارده، فبيخلوهولي. بيشيل العضمايه واللي في النص دي وبيخليها. وفي ناس تانية بتعرف تخليه، لا انا بصراحه انا بخليه هو يخليهولي على طول. وبجيبه انا لو في حاجه في النص بشيلها زي القرقوشه اللي شلناها مع بعض دلوقتي، وبفتحه بالشكل ده علشان افضل اضرب فيه كده. بقى عندك ادهون، عندك بتبقى فيه حاجات بتتباع عند بتاع المستلزمات بتضربي بيها كده بالشكل ده. زي ما بنجيب اللحمة المشوية وبنعملها كده برضو بالشكل ده. فانا بصراحة ما كانش عندي، فقلت اتصرف يعني. قلبي في المطبخ عندك اي حاجة اضربي بيها، كوباية شاي، مج، اي حاجة تصرفي. المهم انك تحلي المشكلة دي. بس فانا كنت شاطفاه كويس قوي قوي. الوراك كنت شاطفاه كويس، كنت نقعها في ميه وملح وليمون وخل. وهنا معانا 3 بصلات ضربناهم في الكبة، وحطينا نص معلقة ملح وعصرناه كويس قوي. وقعدنا نعصر في البصل لحد ما نزلنا المية بتاعته. وطماطميتين برضو ضربناهم في الخلاط وصفناهم كويس. احنا هنا حاطين ملح على البصل، فلما هنيجي نحط ملح تاني في التتبيلة احنا حاطين نص معلقة على البصل، فمش هنحط كمية ملح تاني كتيرة. يعني انا بوريكم ان هنا الملح انا حاطة نص معلقة ملح صغيرة، وبصل بودر وتوم بودر وبهارات فراخ وفلفل اسود. فاحنا هنا نتأكد علشان انا بص بوريكم ان انا حاطة هنا ملح مش مكمل نص معلقة، لان انا حاطة ملح في البصل، فعلشان ما تحرقش منك وتبقى حادقة. بس وبنتبلها بقى. اللي عنده وقت ممكن يتبلها قبلها بيوم او قبلها بساعتين 3 كده، وبتحطيها في التلاجة. كل ما بتقعد في التتبيلة مدة اطول بتبقى طعمها احلى. لو في حد مثلا ناوي يعملها من قبلها بيوم، هاتيها وتبليها بالشكل ده. هي نفس التتبيلة على فكرة، نفس التتبيلة اللي أنا بعملها للبانيه، وفي ناس كتير بتعملها نفس التتبيلة دي للبانيه. فهي نفس التتبيلة، بتبقى سهلة وبجد بتخلي الوراك طعمها حلو جدا، وبتديها لون حلو. لما بتيجي تسويها وتحمريها بتديها لون حلو، وطعمها بيبقى حلو جدا. احنا هنا بنتبلها كده بالشكل ده. تفضلي تقلبي فيها بايديكي بقى، بايديكي يعني. انا قعدت اقلب بالمعلقة بس ما بقتنعش بالمعلقة، لازم تقلبيها تقليبة كويس قوي لحد ما تشرب كل التتبيلة دي. وبتحطيها على الرف
بتاع التلاجة من تحت، يعني أنا قعدتها في التتبيلة دي بتاع حوالي ساعتين، هنا كان عدى ساعتين اهي بوريكوا كانت عاملة ازاي في التتبيلة. كل ما بتقعد في التتبيلة بجد بتبقى حلوة قوي. معانا هنا كيلو من الكبد والقوانص بتاعت الفراخ. فأنا هنا انتي ممكن تستخدمي قوانص بس أو كبد بس أو الاتنين مع بعض برضو شغال، مفيش أي مشكلة. بس أنا هنا بصراحة استخدمت عملت نص كيلو كبد بس، بتقطعيها قطع صغيرة بالشكل ده. عندي الكبد هنا برضو غسلتها وحطيتها في ليمون وطماطم، وفي ناس بتحط معلقة دقيق فبتشيل كل الزفارة اللي فيها. فانا هنا بصي الكبد كانت بيضة ازاي، لان انا كنت حاطه لها ملح وليمون وخل ومقطعه عليها كده شرايح طماطم فبتشيل كل الزفارة اللي فيها. فبرجع اقطعها كده بالشكل ده معاكم. انتي بقى عايزه تحطي الكبد والقوانص مفيش مشكله، انا هنا كنت مقطعه الكبده بس ما عملتش القوانص بصراحه. هنروح دلوقتي معاكم. هي كده محتاجة احنا كان معانا البصل اللي احنا طلعناه من مية البصل، احنا عملنا البصل عشان نطلع منه المية. فالبصل احنا هنستخدمه هنا، بص هنستخدمه معاكي هنا معلقة سمنة مع معلقتين زيت. هتحطي البصلاية مش هتحمريها، هي هتدبل معاكي بس، هتدبل يعني مش هنحمر البصلة، هتدبل معاكي وهتحطيها هنا بالشكل ده. مش هنحطها كلها لانها كانت كتيرة، لا حطيناها كلها، حطينا البصلة كلها. هما دول 3 بصلات بالظبط، انتي ممكن لو مش حابة البصل كتير ممكن ما تحطهاش كلها. هنا بصي معانا هي دبلت بس مش بتحمريها ولا اي حاجة، هي بتدبل معاكي وبتروحي حاطة الكبد بالشكل ده، تفضلي تقلبي فيها شوية. اول ما تحسي ان هي يعني لونها اتغير معاكي بتبتدي بقى ان انتي تحطي كمية الرز اللي انتي عايزاها. طبعا انا هنا تحطي بقى واحدة ماجي، حطي بقى البهارات اللي انتي حابة تحطيها. بصي معانا هنا شطة، ملح، زعتر، بهارات فراخ برضو، وشوربة ماجي على فكرة واحدة ماجي تحطيها برضو، لان انتي الرز بتحشي بيه على طول فبتحطي له كل حاجة بقى انتي عايزاها. لو ما عندكيش شوربة ممكن تسخني مية في الكاتل عادي. عندك شوربة يبقى احسن، يعني انا كان عندي شوربة بصراحة في التلاجة فهي اللي جنبية دي سخنتها. وده كيلو من الرز. انا انتي ممكن بقى تعايري الرز زي ما انتي عايزة، انتي جايبة 6 وراك، جايبة 5، جايبة وركين حسب ما انتي عايزة. بس انا كنت عاملة كيلو رز لان احنا بنحب الرز بالكبد، كنت عاملاه زيادة يعني. بتحطيه بتقلبيه، كان تغسليه كويس قوي الرز، بتقلبيه شوية. وهنا لما بتقلبيه احنا هنا مش بنسوي الرز، يعني احنا هنا مش هنسويه، انتي هنا هتحطي الشوربة بتاعته بعد ما تفضلي تقلبي فيه شوية، هتحطي الشوربة بتاعته. وبعد ما تحطي الشوربة بتاعته هتعدي بالظبط 5 دقايق، 5 دقايق من بعد ما تحطي الشوربة تروحي شايلة حبة الرز اللي انتي عايزاهم تحشي بيهم الحمام. وبعد كده بتسيبيه هو بقى يكمل سواه عادي جدا. دي كانت الشوربة. انتي بقى تحطي الشوربة لحد ما يبقى زيادة عن الرز حاجة بسيطة. انا هنا مش بكتر الشوربة قوي، لان انا هنا كنت عايزة اديله 5 دقايق بس على النار، اللي هو يعني يكون داخل على تسوية بس برضو مش قوي، لان احنا لسه هنكمل سوا في الفرن مع الوراك. فانا هنا ما كنتش عايزاه مستوي قوي يعني. انتي هنا بتحطي الشوربة وبتسيبي 5 دقايق على البوتاجاز. والله يا جماعة أكلة بجد حلوة جدا، واللي هيجربها وحياة ربنا يعني سهلة وبسيطة وأمورها بسيطة. انتي كده كده بتجيبي الوراك فممكن بقى تعملي الاتنين في واحد، الرز مع الوراك. بس هو حمام
يعني شكله ما يتقالش عليه حمام كداب، ما ينفعش حد يقول عليه حمام كداب لانه بجد حلو جدا. هنا بصي الرز ده هنا انا مش حاطه شوربه كتير لان انا عايزاه نص سوا، فهنا انا برضو مش هحط الشوربه كلها. لما اجي اخد منه الرز اللي هحشي بيه الوراك هكمل الشوربه بتاعته، لان هي الشوربه بتبقى بصي زياده عن زي عقله الصباع مثلا بتخلي الشوربه مغطيه الرز. انا هنا بصي مش هغطي الرز دلوقتي، انا هسيبه شويه لحد ما يتشرب كده وارجع تاني اخد الكميه الرز اللي انا هحشي بيها وبعد كده هسيبه بقى يكمل سوا. هنا بصي كان الرز خلاص اتشرب وما استواش قوي برضو الرز. معانا هنا الاسترتش ده موجود في اي بيت. ممكن على فكرة لو مش موجود الاسترتش عندك ممكن الاكياس اللي احنا بنجيبها نحطها في التلاجة اللي بتفرزي فيها اي حاجة، ممكن تجيبي الكيس وتفتحيه وتعملي زي ما هنعمل في ورق الاسترتش كده. في ناس تانية بتعمل الوراك دي بتجيب خيط وتلفه بالخيط، بس الطريقة دي سهلة جدا ومش متعبة، مش هتتعبك. هتحشيه، حطي كمية الرز اللي انت عايزاه. بتحبي الرز كتير حطيه، بتحبيه بسيط حطي. انا هنا بفضل احشي في الورك لحد ما بدخل الرز جوه، لان فيه هتلاقي فيه زي فحرة كده في الورك من جوه. بتحطي فيها الرز بتحشيه كويس وبتلفيه بالشكل ده. بتلفيه اكنك بتلفي هنقول ايه محشي مثلا، اي حاجة بتفضلي تبرمي فيه بالشكل ده تلفي. الطريقة دي سهلة جدا على فكرة، احسن من الخيط بكتير. يعني الخيط ناس كتير بتعمله بالخيط بس بيبقى متعب، لما بتيجي تفكيه بعد كده بيبقى سخن وبيتعبك قوي وبيبوظ الورك منك والورك بيتقطع وبيتبهدل وبيبقى شكله مش حلو. انما احنا هنا لفينا كده بورق الاسترتش ومعانا هنا ورق فويل. هتقطعي ورق الفويل كده وهتحطي. انا هنا ما شاء الله كنت قاطعه ورقه فويل يجي نص متر، مش هقطع حته صغيره، لا ده انا رايحه اقطع حته قد كده. لازم نوفر يا جماعه وحياة ربنا غالي قوي ورق الاسترتش والورق الفويل ده. فانا هنا كنت برضو لفيته نفس ما لفيته في الاسترتش، لفيته برضو في ورق الفويل. هنعمله كله بصي ايه الجمال ده، هتلفيه كله كده بالشكل ده. ويا جماعة ما تجيبوش حمام، انتوا بعد ما هتعملوا الوراك دي وهتجربوها مش هتفكروا تجيبوا حمام، هو موفر يعني اوفر من الحمام. الحمام غالي. فانا شايفة ان هنا بصراحة اللي هيجرب التجربة دي مش هيفكر يجيب حمام. وانا هنا بص بعملها لكم من قريب. اه احنا زي ما قلنا اللي ما عندوش استرتش ممكن بالكياس بتاعة التلاجة اللي هي الكيلوات او النص، ممكن تفتحي الكيس وتلفيه بنفس الشكل ده. نقطع بالسكينة. كان معايا هنا لولو اللي ماسك معايا علي، طلع معايا قبل كده في الفيديو بتاع الأجنحة منزلينه على القناة. حياة ربنا انا ايدي جميلة ما شاء الله. بص برضو قطعة ورق الفويل اكبر من حياتي، ايه ده كل دي ورقة فويل؟ طب نوفر شوية، ايه ده؟ تصدقوا مخدتش بالي غير وانا شفت الفيديو. لا انا بعد كده هصور شوية. وهنا كنا خلصنا خلاص لفيناه وحطيناه في الصينية بالشكل ده بصوا بقى يعني تحسي ان انتي ايه ده، ايه السر اللي جوه الورق الفويل ده. معانا هنا شوربة سخنة، نفس الشوربة اللي انا شربت منها الرز برضو بتحطيه بالشكل ده عليه. لو انتي مش حابة بالطريقة دي بتحطيه على الشبكة بتاعة الفرن على الصينية، بتجيبي الشبكة تحطيها على الصينية وتحطي الشوربة من تحتيها وبعد كده بتغطيه بورق فويل الصينية كلها. لو انتي مش حابة انك تحطيه في الصينية وتحطي عليه الشوربة. معانا هنا بقى حبة رز تاني هنعملهم بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الوراك، هنلفهم في ورق استرتش نرميهم؟ لا مش هنرميهم، ليه؟ حرام. الرز التاني كان استوى
وده كان لسه. فأنا هنا دول اتبقوا، فهلفهم هنا كده ونحطهم على الوراك وهيستووا برضو بالشكل ده. بس هنا بقى تعالي وهندخلها الفرن، بتقعد معاكي في الفرن يعني لو الحرارة ممكن مثلا حرارة الفرن على 180، بتقعد معاكي من ساعة إلا ربع نص ساعة، هي بتقعد الوقت ده. انتي ممكن تحسبي بقى في الساعة مثلا هي ساعة إلا ربع، بتدخليها على درجة حرارة 180. وهنا كنا اللحظة اللي خلاص كده اللي هي الحاسمة. هو سخن طبعا جدا، سخنة، أنا ما استنيتش عليها لما تبرد، كنت عايزة اوريها لكم وهي لسه طالعة من الفرن حالا. بصوا الجمال، ايه ده والله وحياة ربنا تحسيها حمامة، مستحيل حد يعرف ان دي وراك. طبعا هي هنا سخنة جدا، انا مش عارفة افتحها من كتر ما هي سخنة، بس برضو ما تقلقوش ده تحدي، لازم نفتحها وهي سخنة. بصي بقى ورق الاسترتش خلاص شلناه، انما لما بتيجي تعمليها بالخيط بتتبهدل معانا، سخنة يا نهار ابيض. سخنة بجد جدا. معانا هنا معلقتين من الصلصة، معلقتين ايه يعني قولي 5 6 معالق كده من الصلصة، وبنحط عليها معلقتين زيت. وهنا الصينية برضو بنحط فيها زيت. وهنا معانا فلفل، لازم تقلبيها في الصينية كلها كده، لو معاكي فرشة بقى دهني بالفرشة كلها كده في الصينية. ومعانا هنا فلفل اسود، معانا هنا بابريكا، كمون، تحطيهم على الصلصة اللي هنعمل بيها وش كده للحمام. الحمام يا جماعة مش هنقول وراك، الحمام. بصوا بقى يعني كل شيخ يا جماعة وليه طريقة. هنا هنحط معلقتين صلصة في الصينية بالفرشة كده وهندهنهم، ودهن الصينية كلها. هناخد الحمامة، الحمامة محدش يقول وراك يا جماعة. ترصيه بالشكل ده، سخنة بجد وحياة ربنا سخن جدا، انا لسه مطلعاه من الفرن وحبيت اوريهولكوا هو لسه سخن، ما استنيتش لما يبرد. ممكن انتي بقى تستني عليه لما يبرد لو عندك وقت، انما انا كنت عايزه اوريكم هو لسه طالع من الفرن. لو عملناه بقى بالخيط ما كنتش هتعرفي تفكيه دلوقتي، كان مستحيل. بصي ودي بقى ايه، دي كده كانت خلاص كده فكيناه ودهناه بالصلصه بالشكل ده. هندخله بقى الفرن، والله طريقه سهله جدا، يعني طريقته سهله وما بياخدش وقت. وهتشوفوا دلوقتي بس حمامه. متنسوش هنا بقى تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. لايك. باي باي.